أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. هبدأ معاكم النهاردة سلسلة مواقف يومية، وأول حلقة في السلسلة دي بعنوان كيس المخدة. قد إيه المواقف اليومية البسيطة اللي بتمر علينا بتبقى عجيبة أحيانا، ولما بنتأمل فيها بدقة بنكتشف حقائق مذهلة ونسأل نفسنا إزاي ما خدناش بالنا من الحقائق دي قبل كده. مواقف بنمر بيها كل يوم وتعدي لغاية ما فجأة وبدون ميعاد ولا إنذار بنشوف المواقف دي كأننا أول مرة بنشوفها، ونقرأ الكلام اللي على السطور واللي ما كناش شايفينه مع إنه باين ومش مستخبي. يوم عادي جدا زي أي يوم قررت إني أغير فرش السرير، وكالعادة أخدته عشان أغسله، وبعدين خدته عشان أنشره، وكعادتي بدأت أنشر مفرش السرير الأول وبعدين أكياس المخدات، ولاحظت إن في كيس من أكياس المخدات مش موجود. بصيت في سبت الغسيل ما لقيتهوش، قلت لنفسي يمكن نسيته في الغسالة، ورحت أدور عليه برضو ما لقيتهوش. قلت أكيد نسيته في الأوضة وما غسلتوش. رحت الأوضة أدور عليه مش موجود، فوق السرير، تحت السرير، في الحمام، في المطبخ، قلبت البيت كله مش موجود. رجعت تاني للغسالة وكان ناقص أفكها حتة حتة عشان أتأكد إنه مش موجود فيها. قلت يمكن يكون مستخبي في مفرش السرير، أو أنا نشرته وما أخدتش بالي، بس برضو ما لقيتهوش. إيه ده؟ راح فين كيس المخدة؟ حرفيا فقدت قدرتي وتركيزي على إني أفكر أو أعمل أي حاجة. كل اللي كان شاغلني كيس المخدة راح فين؟ الوقت بيجري وورايا شغل البيت كله، تنظيف وطبيخ ومشوار المدرسة. طب وبعدين؟ بدأت أعمل شغل البيت وأنا مش مركزة، مشتتة، وتفكيري كله في كيس المخدة، لدرجة إني لما جبت الأولاد من المدرسة سألتهم هو كيس المخدة فين؟ اللي هم ما كانوش موجودين أساساً وأنا بغير فرش السرير. اليوم خلاص بيخلص، أكلنا وغسلت المواعين ولميت الغسيل وطبقته، ورحت علشان أحطه مكانه، ولاقي إيه قدامي؟ كيس المخدة. كيس المخدة اللي شاغلني وبدور عليه طول اليوم لقيته قدامي. وساعتها بس افتكرت إني ما استخدمتوش من الأساس علشان مقطوع، واستخدمت كيس تاني بداله. شوف كام مرة دورت عليه وما افتكرتش. مش بس كده، ده أنا كمان ما خدتش بالي إن في كيس تاني مختلف موجود. شيء عجيب، يعني اللي قدامي مش شايفاه وبدور على اللي مش موجود. قعدت أضحك وأتعجب على حالي وحال كتير من الناس. أحيانا بندور على اللي مش موجود ونضيع الوقت والجهد علشان نوصله. كتير مننا بيدوروا على أشياء ملهاش وجود، سعادة دايمة، حب، نفوذ، سيادة، مال، خلود. ولو إننا في رحلة البحث عن اللا موجود وقفنا لحظة وسألنا نفسنا بصدق عن أشياء كتير في حياتنا، لاكتشفنا قبل فوات الأوان إن الأشياء دي لا وجود لها من الأساس، وإن إحنا لو حتى لقيناها مش هتعود علينا بالنفع اللي إحنا متخيلين. أحيانا بندور على حاجات كتير لمجرد إنها بعيدة عننا، وبنعتبر الوصول ليها في حد ذاته إنجاز خطير هيسجله التاريخ لينا في مشوارنا الفاني. يا لها من سذاجة البشر محدود الرؤية. بنلاقي نفسنا بنجري ورا أوهام وأشخاص ومصالح بعيدة عننا، وننسى اللي في إيدينا ومعانا. بنعتقد دايما
إن البعيد أحسن. الطموح جميل وشيء أساسي في الحياة، بس في حاجات كتير بنحطها تحت مسمى الطموح وهي في الأساس طمع، عدم تقدير اللي في إيدك، وإنك أحيانا ما بتشوفوش أساسا من كتر ما أنت مشغول باللي مش موجود، وأحيانا مشغول باللي في إيد غيرك. مش يمكن لو دققت النظر تلاقي اللي في إيدك أحسن؟ مش يمكن لو دققت النظر تتأكد إن اللي معاك هو الأنسب ليك؟ طب مش يمكن لو دققت النظر ترضى وساعتها تحس بالسعادة اللي بتدور عليها؟ مش يمكن؟ حاجات كتير في حياتنا بنتعامل معاها على إنها مسلمات، خلاص بقت موجودة وما بنشغلش نفسنا بيها ولا بنقدرها، وأحيانا بننساها، وكل تفكيرنا في البعيد اللي يمكن ما يكونش له وجود أساسا. حاجات كتير وناس بنتعامل معاها على إنها مسلمات، بس خلي بالك بقى، علشان الحاجات دي الناس دي مش دايما، ويمكن في رحلة بحثك عن الأفضل والأحسن تفقد المسلمات دي اللي مش عاجباك ويروحوا من إيدك، وساعتها يمكن ما تقدرش ترجعهم تاني وتندم في وقت ما ينفعش فيه الندم. دوام الحال من المحال. يا ريتني ما ضيعت يومي أدور على كيس المخدة. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.